الاهلي غفل مصر كلها في تجديد عقد امام عاشور. اسمع. النادي الاهلي غفلنا كلنا، زي ما بقول لحضراتكم كده غفلنا كلنا. امبارح لما كنا موجودين مع حضراتكم هنا في الحلقه قلنا لكم ان الاهلي بصدد التجديد للرباعي محمد هاني، ياسر ابراهيم، امام عاشور، مصطفى شوبير، وشرحنا لكم التفاصيل والعروض الماديه الخاصه بالاربعه، وقلنا لكم انه الاهلي قعد امبارح قبل ما نخش لكم على الهوا 10:30 قعد مع شوبير وياسر ومحمد هاني، وما كانش لسه قعد مع امام عاشور، فطبيعه الحال خلاص الساعه 11 بالليل هيقعد معاه بكره. بس قلنا لحضراتكم العرض بالحرف وبالسنتي عن عرض مصطفى شوبير او حتى عرض امام عاشور. المهم الاهلي غفلنا، احنا طلعنا على الهوا والساعه 11 ونص كده عقدت جلسه في التجمع الخامس ما بين دكتور عصام سراج الدين اللي عامل ميركاتو فوق الممتاز بشويتين ثلاثه مع النادي الاهلي، صفقه من اقوى الصفقات اللي الاهلي عملها السنه دي خارج بقى الملعب وخارج الخطوط في المقاعد الاداريه. عقد جلسه مع والد امام عاشور ووكيل امام عاشور الجديد، ودي نقطه هنقف عندها شويه، اللي هو محمد كفته، ورجع او جالهم لحقهم بعد كده امام عاشور. يعني هو بدوا الاجتماع دكتور عصام سراج الدين والد امام عاشور محمد كفته وكيل امام عاشور الجديد، وبعد كده لحق بيهم امام عاشور. استمرت الجلسه دي حتى الساعات الاولى من صباح اليوم، وانتهت الى الاعلان عن اتمام التعاقد بالشروط الماديه اللي احنا قلناها لحضراتكم بالظبط، مع تعديل طفيف وصلوا فيه الى اتفاق. بالنسبه للعرض المادي زي ما قلنا لكم امبارح 25 مليون زائد 12 مليون. لا، هو العرض المادي او الرقم اللي موجود في العقد اللي طلع للاعلام او طلع لاتحاد الكوره ده مش الحقيقي طبعا. كمل. حوافز الحته اللي ليها علاقه بالاعلانات، العقد تم تمديده للموسمين زي ما قلنا لكم امبارح. الحته كانت الخاصه الاعلانات ان امام عايز عقد مقطوع زي زيزو، رقم يلتزم بيه الاهلي تجاهه، وصلوا فيها الحل وسط انه يبقى 70-30، ان اي اعلان جاي لامام عاشور هو هياخد 70 والاهلي او شركه الكره هتاخد 30. وصلوا لاتفاق في القصه دي ونهوها وانتهى الموضوع وخلص الموضوع وتم الاعلان عن الصفقه امبارح، واصبح امام عاشور اهلاويا حتى 2030. دي قصه. يعني ادم وطني ملوش لازمه كده، ادم وطني مش وكيل امام عاشور رسمي. كمل. طيب القصه الثانيه، اصبح عيانا بيانا ان وكيل امام عاشور هو محمد كفته، وبالتالي اي شيء يصدر دلوقتي من ادم وطني له كل الاحترام والتقدير هو لا يعتد به ابدا. ليه؟ لانه الاهلي اعلن انه لن يتعامل مع ادم وطني، واصدر ده في بيان رسمي. وبعد كده محمد كفته نزل قال ان هو مبسوط انه شارك في جزء، انه كان جزء من هذا التجديد وهذه الصفقه. وبعد كده امام عاشور اعاد نشر